صوت الحكاية، حكايات تروى بصوت الزمن الجميل. صينية بطاطس قام بإعدادها وتحضيرها رجب عبد الحفيظ، وأشرف على سواها وتقديمها فيفيان محمود. قرب السمسمية الحمصية حب العزيز، حلاوة السيد يا سيد يا بدوي. قرب سم ودوق، دمك حيروق، حلاوة بالعطر حلاوة. كل سنة وانت طيب يا حاج سميدة. وانت طيب يا سيد. لف شوية حلاوة للسيد اهو. بكام يا حاج؟ اللي تجود بيه. لف هات حتتين والسلام. نلفهم اهم. يعود عليك الايام بخير يا حاج. وعليك يا ارنب. شكرا يا حاج. اجعله عامر يا حاج. كده من غير فلوس يا حاج؟ فلوس؟ ده اللي انت شفته ده كان ابو الفلوس. والله زمان يا ارنب، ده كان ابوه وامه بيحموه في ميه الورد. يا سلام. انت تعرف يوم سبوعه ابوه جاب له نعسه الغازيه من الصعيد مخصوص. اتصرف في الليله دي ولا 2000 جنيه ايام ما كان الجنيه جنيه. ده شاف عز يا ابني، لا حد شافه ولا حد هيشوفه. امال ماله دلوقتي؟ لا شغله ولا مشغاله. ما انت اصلك ما تعرفش، الدنيا دي ياما فيها من الاشكال دي عبر، والناس مش بتتعلم. كان حيلة ابوه ساب له هو وامه صفايح فلوس، جنيهات ذهب وفضة. كان بس يشاور السيد، يطلب شبيك لبيك، كل حاجة تجيله، يطلب وبس، ياخد وبس عالجاهز. الفلوس بتتكلم يا ابني. وماتت امه، لا دخلته مدرسة ولا اتعلم صنعة. ويتعلم ليه ويشتغل ليه؟ ما هو عايش من خير ابوه. واتلموا الضبابير حواليه، اتمسح ده كله، حتى الشقة باعها وبقى على البلاطة. خد من التل يختل. ياه، وضاعت كل الفلوس. و10 قدها. ما هو اتدلع ما ترباش، الله يرحمها بقى. وادي اخرتها يا حاج. بس ده قد الحيطه وصحته بوم. اتعود يا ابني على كده. اهو كل اللي يهمه دلوقتي لقمه ونومه. منين؟ من اللي عارفين الناس القدام. وهو زي كدابين الزفه بيرزق في الافراح، وسلام مربع على الجدعان وكلمتين حلوين، نكته قفشه. حتى في شوادر العزا شكر الله سعيكم رايح جاي، ويمشي في جنازه ووحدوه. اهو بيرزق يا ابني. بواقي ناس تعرفه بتعطف عليه. صحيح الام مدرسه. شوف شغلك اهات بقى، نادي على الحلاوه. قرب السمسمية الحمصية حب العزيز، حلاوة السيد يا سيد يا بدوي. كل سنة وانت طيبة يا مسوعات. وانت طيب يا سياسين، بس والنبي بقى من هنا ورايح تقول لي يا ام العروسة. كل موسم وانت طيبة يا ام العروسة. وانت طيب يا اخويا، ما تنساش تيجي بدري النهارده. ايش معنى؟ اصل النهارده خطيب بيتك جاي يتغدى معانا. وعاملة حسابك؟ عامله حسابي على ايه؟ في الغدا. هتعملي ايه؟ اطبخي يا جاريه، كلف يا سيدي، بس ايدك انت وبحبحها شويه. بحبح؟ يعني هو لازم الموسم يجي في نص الشهر؟ ايه، ما معكش فلوس؟ معايا بس ايه؟ جيب السبع ما يخلاش. هو فين السبع؟ في نص الشهر سباع يا ولية؟ ده انا موظف. هال سبع يا هال. شوفي دول كام، شوفي خدي. ايه ده دول كلهم على بعضهم ما يكملوش 7 جنيه. اهم اللي معايا. بقول لك ايه، اديني نص جنيه منهم علشان اروح الشغل. خلاص هكمل من فلوس الجمعية اللي معايا. دي فلوس ناس يا ست. يا سيدي يحلها 1000 حلال، او نعمل غدوة تشرف ونسدد لما نقبض.
عبده، واد يا عبده. ايوه معلم. اعمل لك همه يا واد، النهارده موسم والقهوه لسه ما ترشتش. وما تنساش نشاره الخشب. بس ما فيش نشاره خشب يا معلم. طب واقف زي اللطع كده ليه؟ ما تجيب شويه من عند الاسطى حسنين النجار. وانا معلم هعمل ايه بس ولا ايه؟ اكنس القهوه ولا رص الكراسي؟ ما يروح التنبل اللي قاعد جوه ده. يا سيد يا ارنب يا سيد. عبده استولك انت يا ارنب، وهات شويه نشاره خشب. اعمل بالنومه اللي بتنامها، الايد البطاله نكسه. حاضر يا معلمي حاضر، ماشي كلامك. الصباح النادي المغرد اصل حسنين. صباح. واللي خلقك مسكتك للمنشار مسكة فنانين، كأنك ماسك كمانجة. وايه كمان؟ عايزين بالصلاة على النبي كده شوية نشارة. المحل قدامك اهو، فيه نشارة؟ لا مفيش. طب اجيب لك منين؟ اعزف لي شوية يا جدع. قصدي انشر لي شوية. موسم بقى وكل سنة وانت طيب. موسم بقى وانت هتاكل نشارة؟ انشر لك شوية؟ هو انا بلاقي الخشب ولا جايبه عشان انشره وابيعه نشارة؟ ما تصحى يا اخ. ما انا صاح يا اسطى، بس اصل الحكايه يعني لا حكايه ولا روايه. انت عارف اللوح يا ارنب بكام؟ ما هو لو ما رجعتش بشويه نشاره المعلم العربي مش هيبيتني في القهوه يا اسطى. انا ماليش متوى غيرها. ما كله من كسلك. الله يرحم همك ما عرفتش تعمل منك راجل. ما كان عندك شقه تجري فيها الخيل. حول الله يا فتاحي عليم. انزل تحت الترابيزه يمكن تلاقي شويه في الصفيحه. الحمد لله لقينا. واخد الصفيحه كمان؟ دي مصديه يا مصدي. مصديه يعني انا كلها. سلام يا معلمي. نهارك فل يا معلم عطوه. اهلا، ازيك يا ارنب؟ كل موسم وانت بخير يا معلمي، واللي جاي ان شاء الله على عرفات. جماعه يا ارنب ادخل في الموضوع. طبعا عاوز حاجه. موسم بقى يا معلم ويجعل دكانة المحسنين عمار. الاسطوانه اياها. هو الموسم بس يا شحاته فرنجي. خد لك باريزات. اعمل بيها ايه يا معلمي؟ ربنا يخليكوا لينا يا معلمين السوق. انتوا فلوسي وعزوتي. اني عايز حته فشه، حته شغت، حته ليا. اوانطجي عقر دمك خفيف. الله يرحمها بقى. حتتين اللي عمك السيد يا دول لفهم. حاجه تانية. كل موسم وانت طيب يا معلمي. روح يا شيخ، ربنا يملى محلك بهايم. سلام عليكم. ايوه جاي، وعندك شاينيز وصلحه، واجهز بشيشه تفاح. انت لسه واصل يا ارنب؟ امال لو ما كنتش ارنب كنت جيت امتى؟ ما كانش في نشاره جاهزه يا معلم، استنيت لغايه ما نشر. طب اديهم للواد عبده يرشهم. اوعى تكون كلتهم في السكه يا ارنب. حلو يا معلمي. واد عبده مش فضيلك يا ارنب. اسمع بس الاشاره اهي. بس استنى اطلع منها الحاجه. حاجة ايه؟ كل سنه وانت طيب يا عبد. انا عازمك على الغدا النهارده. غدا؟ من امتى يا سيد وانت يا مولاي كما خلقتني؟ عايش عالة يا حرام الارانب. اسمع بس، انا عايزك تشوف لنا حته صينيه. ما الصواني مرصوصه قدامك على النصبه ايه؟ مش صينيه طلبات ياض، صينيه نعمل فيها بطاطس باللحمه. لحمه؟ اشمعنى؟ يا ده انا بنكت. انا مش بنكت، انا بنتكلم جد. ما المواد قدامك اهي. وجبتها منين؟ ربنا ما يحرمكش من حبايبك يا جدع. بطاطستين وطماطمتين من عمك شعبان الخضري، ولحسة سمن من عمك ابو خليل، وحته لحمه الى اخره. ربنا يخليهم لك، دول عارفين اصلك وفصلك. ربنا يستر وما يوقعك في حد لا يعرف اصلك ولا فصلك. بقول لك ايه، دور ورا النصب على الارض يمكن تلاقي صينيه بس صغيره بقى على قد الشوق. ايه وادي السكينه ونجهزه.
ابيض زي الدقيق الفرنساوي والقشطه البلد يا معلم عكاشه. عايز ايه يا سيد؟ خلصني. مش الصباح له رد برضه يا معلمي؟ ما تلاقيش. عايز ايه؟ والنبي يا معلم تقول لي الواد يزغد لي الصينيه دي في الفرن. بس كده؟ ماشي يا ارنب، اصغد له الصينيه دي يا جدع، حطها في احلى حته عندك في المكيف. ربنا يكرمك يا معلمي وما يطفي نار فرنك ابدا. ايوه بس دي مش صينيه يا ارنب، اللي سماها صينيه ظلامها، دي يا دوب تقطوعه سجاير. ما هو على قد لحافك بقى يا معلمي وموسم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصينيه سعاد يا سعاد. نعم يا ماما، انا جايه اهو. بتعملي ايه عني؟ بوضب السفره. وضبي يا اختي وضبي، يعني ما توضبيش الا لما الاستاذ يشرف. منكم يا بنات. يوه يا ماما، يعني مش قد المقام. ربنا يسعدك يا بنتي، عقبال ما توضبي في شقتك. في حياتك يا اطعم ماما في الدنيا. قوليلي السلطه عملتيها زي ما بيحبها؟ طبعا يا ماما. ووضبتي فوط السفره وكويتهم كمان. احسن، شاطره. اصل عريسك انف حبتين. ابدا والله يا ماما، ده هو بس اللي شكله كده. شكله وحياتك انف وما بيعجبهوش العجب. بس انا بقى عاملاله صينيه بطاطس هياكل صوابعه وراها، متكلفه صح الباقي. تسلم ايديكي يا ماما، هو في زي نفسك في الاكل. وهو لو ما كانش غالي كنت صرفت عليه فلوس الجمعيه واشتريت له دي. منور في الصينيه يا ماما. يعني هو هياكله لوحده ولا يا اختي ياكله لوحده بالهنا والشفا؟ مين؟ روحي افتحي يا سعاد، ده باين له خطيبك. حاضر يا ماما. مالك يا بنت واقفه كده ليه؟ ما تروحي، مكسوفه ولا ايه؟ اهلا يا سمير. اهلا بيك يا سعاد. السلام عليكم يا طنط. اهلا وسهلا بجوز بنتي. كل سنه وانتم طيبين. انت طيب يا اخويا. كل سنه وانت طيبه يا سعاد. وانت طيب يا سمير. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اهدى كله بالذمه. انت يا اخويا عمرك ما تيجي كده وايدك فاضيه. دي فضلة خيركم يا طنط، يا ريت في مقدرة أكتر من كده كنت أجيب الدنيا كلها لسعاد. متشكرة قوي يا سمير، أنا كفاية عليا أشوف. هو عمي لسه ما جاش ولا إيه؟ لا زمانه جاي. ما تقومي يا بنت تقدمي حاجة لخطيبك، شاي ولا حاجة ساقعة. حاجة ساقعة يا سمير مش كده؟ شايف قلبها عليك إزاي علشان تفتح نفسك على الأكل. الساعة كام دلوقتي يا عبد؟ أنا عصافير بطني زقزقت. اللي في بطنك دي مش عصافير، قول حنشة، قول عرس. يا جدع بقول لك الساعة كام؟ داخل على 1:30. تكون استوت. هي ايه دي؟ صينية البطاطس يا جدع. يعني حكاية بجد بقى؟ إلا جد. هو مني عاطل يعني ما نعملش منظر جدعانة؟ ما انت ياما عملت مناظر جدعانة، انت ضيعك غير مناظر الجدعانة. بس دي بقى ما كانتش جدعانة، دي كانت جهل وهبالة. ده احنا ولاد بلد يا جدع واخر جدعانة. بس هو الزمن. ما تقولش ولاد بلد، ولاد البلد دمهم حامي، ما يسرقوش وما يقعدوش قعدتك دي. انا ما سرقتش الارنب، انا لقيته في كوم القش اللي بنام عليه، ملوش صاحب. بس انا بقى لسه حكايه صينيه البطاطس دي مش داخله دماغي. وبلحمه وشرفك دي مفاجاه. بس اجهز لك برغيفين، وقول لكل من يسال عنا يجهز برغيفين. وهات صفيحه النشاره دي نجيبوا فيها شويه مخلل وما تلف. دي مصدقه خالص يا ارنب. يا جدع ما تشغلش بالك. محدش هياخد عجل اللي بالطابور، واللي خلق الخير ويحط على النار ميه ومطفوه بالطابور، يعني بالطابور. الصينيه استوت يا معلمي. ايوه الصينيه يا جدع بتاعت الارنب. الله، روح يا سيد من الشباك بتاع الزقاق علشان هنا زحمه. هي صينيه ايه يا سيد؟ صينيه بطاطس، زميلك بتاع الصبح هو اللي حطها وانا هطلعها لك اهو، بس امسكها بحاجه احسن سخنه بالهنا والشفا يا سيد. ايوه بس دي مش صينيه بطاطس برضو؟ بطاطس، ما كلها بطاطس يا جدعان.
بابا، عن اذنك لما افتح. هو خطيبك وصل يا بنتي؟ من شويه يا بابا وسأل على حضرتك. اهلا 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 استاذ سمير. اهلا بيك يا عمي، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب يا ابني، وعقبال ما تيجي الموسم الجاي في بيتك انت وسعاد. ان شاء الله يا رب. بس ربنا يسهل ونخلص الشقه. كله يا ابني بيخلص على خير ما دام البني ادم كويس ومتوجه الى الله سبحانه وتعالى وشايف شغله بضمير وفلوسه حلال، ربنا يبارك له وكله يبقى تمام. ها، شربت حاجه؟ طبعا يا عمي. سياسيين سياسيين. عن اذنك يا ابني اشوف خالتك عايزه ايه. ما هو ما فيش راحه. اتفضل يا عمي. اخطف رجلك يا اخويا لحد الفرن، هات لنا الصينيه. يا وليه ده انا من صباحة ربنا ما قعدتش. يوه، يعني خلاصك اروح انا اجيبها يا ابو العروسه؟ هروح انا، امري لله. السلام عليكم يا معلم عكاشة. ورحمة الله وبركاته يا سين افندي. ولو فيها رزالة الصينية. عناية يا ابو الذوق. الصينية بتاعت الست ام سعاد. عن اذنك يا سين افندي عشان ورايا مصلحة. الصينية هي دي يا ابن الصينية؟ هي دي يا ابن الصينية؟ مش صينيه بطاطس، مفيش غيرها في الفرن يا استاذ. شكرين يا ابني. بقول لك ايه، بس انت متأكد ان مفيش غيرها في الفرن؟ ايوه يا استاذ. بالذمة دي صينية تعملها؟ هي دي الكسوف. الست حرمي دفع لها حاجة. امري لله. يا لهوي، ايه يا راجل اللي انت جايبه ده؟ الصينية اللي حضرتك عاملاها. يا ندمتي، صينيه ايه يا ابو سعاد؟ فين هي الصينيه يا راجل؟ وطي صوتك، الراجل قاعد جوه وسمعنا اهو. مفيش غيرها في الفرن. يا مصيبتي يا كسوفي، يا ندمتي يا صينيتي يعني. وانا برضك يا راجل اعمل صينيه بالشكل ده؟ ده احنا فلوسنا كلها رايحه على الاكل. يا خرابي يا اختي، دول هفوها الحراميين. هاتيلي الملايه يا سعاد، الصينيه انا رايحه لهم. رايحه فين؟ رايحه اشوف صينيتنا. يا خساره تعبك يا تفيده. امال دي ايه؟ مش بتاعتنا يا اخويا، التانية قد دي 10 مرات وفيها ديك رومي. ديك رومي؟ ومنين جبتيه؟ من فلوس الجمعية. يعني راحت الصينية وفلوس الجمعية. وديك يا اخويا، اديك طار يا سياسيين. يا معلم عكاشة، انت يا معلم عكاشة. طب قولي سلام عليك ولا مساء الخير يا ام سعاد؟ لا مسا ولا صباح يا اخويا. فين الصينية بتاعتنا؟ الله، ما سياسين افندي جه خدها من شوية. نعم، طب ما هو السياسيين واقف قدامك اهو. فين هي الصينية اللي في ايدي؟ لا بس دي مش صينيتكم. خلاص، فين يعني الصينية الكبيرة اللي فيها الديك الرومي؟ مش صينيه البطاطس يا معلم. دي خدها السيد الارنب. السيد الارنب عليه العوض ومنه العوض. وراحت الجمعية وفلوس الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. وازاي ازاي تديله الصينية يا غبي؟ مفيش عينك نظر. قال لي صينيه بطاطس يا معلم، ما لقيتش غيرها قدامي. التانية كانت متدارية قد رغيف العيش، ما بردش الا لما الفرن فضي. والعمل يا معلم. والله ما عيط. بطلي عياط يا ام سعاد. من غازي يا اخويا، من غازي. انا عاوزه الصينيه بتاعتي راحت والديك طار يا اخويا. يلا بينا. على فين يا معلم؟ والله نشوف المهبب على عينه في القهوة. اجي معاكم والنبي يا اخويا. روحي انت، روحي يا طنط، وانا وعمي والمعلم هنروح القهوة، وما تحطيش في بالك. الهي يدفعها الحرامي. مدوا الخطاوي. يلا نلحقوا قبل ما يقع. السلام عليكم يا معلم عرب. اهلا يا معلم عكاشة. خطوة عزيزة. اتفضلوا اقعدوا. متشكرين يا معلم. خير يا معلم عكاشة. ويعني مش قوي. الله،
فين الاول السيد الارنب؟ هو انتوا ما علمتوش؟ لا، ده لسه الاسعاف شايلاه هو والواد عبده القهواجي بتاعي وراحوا على الميري، والحقوهم يا ما يلحقوهمش. مستشفى الميري ليه؟ اكلوا من هنا وبعدها خد عندك زروطه واسهال من فوق وتحت، زروطول الدنيا. ما انتوا شايفين. لا حول. بيقول لك حصل لهم تسمم. يا ستار. تفاصيل بقى بعيد عنكم. لا حول الله. تسمم من ايه؟ طرش جابوا السيد ومية لفت وقال ايه حاططها في صفيحة كلها صدى من الصبح. والله اعلم بقى كان فيها ايه تاني. والعجيبة ان الارنب كان عامل العزومة، يعني هبشوا صينية البطاطس بالديك الرومي ومية اللفت المصدي بوظ الدنيا. يلا يستاهلوا. نفسي اعرف، طب البطاطس مقدور عليها، الطماطم ماشي، حتة سمن مش صعبة، لكن جاب الديك الرومي منين السيد الارنب؟ عجيبة. خليها عندي دي يا سينا فندي، كله عندي والحمد لله على كده. عيب يا معلم عكاشة، ما تقولش كده، انا برضو هقبل عوض. يلا يا سمير يا ابني، يلا يلا يا عم يلا. وكان ايه لزوم بس التكاليف دي اللقمة بدقة معاكم بحلال ربنا احلى من كل الدنيا. يا بطني الله يجازيك يا ارنب. جزاتي برضه. يا كل جسمي. اكلنا حرام وتقول لي جزاتي وعازمكم. موسم يا جدع موسم. يا بطني. كل سنة وانت طيب يا عوبت. طب منين بقى بعد غسيل المعدة والفضيحة؟ أتوب وأموت يا رب. ما كان طبق الفول أبرك من الحرام وقال ترشي بالصدى. قال الناس عاملة عزومة لجوز بنتهم تسرق الصينية مفتري. ما كانت صينية بطاطس برضه، أنا أعرف منين؟ ربنا ما حدش يقدر يضحك عليه، يومهل ولا يومك. وخدتني في الرجلين، عمت على عومك. عندك حق يا عوبت، جيت فينا احنا عشان حرام. واللقمة الحرام عمرها ما تسري ولا تمري، وانا كان مالي بس يا رب. شوف ربنا عمل ايه، تخطيط ربنا برضو عشان تفوق وتحرم. مش لو عشت وحق جلال الله ما كلها الا بالعرق. بس عيش يا رب، عيش يا رب. طول ما فيك صحة لازم هتلاقي شغلانة، وسيبك من اللي فات واللي كان، صفايح الفلوس والدهب، سيبك من كل ده. مادام راح يبقى هجس، ما ينفعش دلوقتي. يا سيد يا ارنب. ايوه معلمي، تحت امرك. نزلت البراميل الفاضية من على الكاميون؟ 10 معلمي، 10 براميل ترشي فاضية على المهل بقى، وترجعوها مليانة على الكاميون تاني. ماشي يا معلمي. ايدك معايا يا ابني، ايدك. قوة الله. شوية الصحة دول بتوعك يا ارنب، هتاكل منهم الشاهد ولا الحوجة لأي مخلوق. الحمد لله يا معلمي. ترشي بس اكلها بعرقي. كنتم مع تمثيلية صينية بطاطس. جسد الشخصيات حسب سماع الأصوات: صبي الحلواني حمدي أيوب، السيد الأرنب إسماعيل محمود، الحاج سميضة جمال السنوسي، ياسين ماجد الهجرسي، أم سعاد عزيزة فاضل، سعاد سوسن صالح، المعلم العربي حسين جابر، عبده ياسر عبد العزيز، المعلم عكاشة إسماعيل عزمي، وسمير يسري عزيز. التسجيل والمونتاج فتح الله الحلفاوي.
صوت الحكاية. حكايات تروى بصوت الزمن الجميل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم أجمل الحكايات بصوت الزمن الجميل. دمتم بكل الخير.